السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. النهارده هنتكلم عن اوبل موكا، واحده من اكتر العربيات اللي انا شايفها كويسه جدا لفئه الشباب. طبعا ده الجيل الجديد بتاع العربيه. هنشوفها ونشوف امكانياتها ونشوف هل العربيه دي تناسبك ولا لا. طبعا هنشوف شويه تفاصيل كده واقول لك ايه مميزاتها وايه عيوبها. استنونا، يلا بينا نشوف ايه العربيه. هنبص كده على العربيه من قدام، هتلاقي نوع شكل الفوانيس. طبعا الفوانيس دي LED، تمام. العربيه من قدام تحس ان هي شكلها جايب على عربيه كهرباء، بس لا، هي عربيه بنزين طبيعيه جدا. طبعا العربيه دي بتنزل نسخه تيربو. هتلاقي ان هو الحته دي كلها مقفوله، علامه الاوبل في النص، وكلها مقفوله زي ما قلت لك شبه العربيات الكهرباء، ومكمله مع الفوانيس. هتلاقي تحس ان هي والفانوس حته واحده. فتحات التهويه فين بقى؟ هي اللي تحت دي فتحات تهويه، ومن تحت كذلك في فتحات تهويه للموتور يعني، وبرده مع حته ديفيوزر تحت عشان تشتيت الهواء، بس مش احسن حاجه يعني. هنا برده كذلك هتلاقي برده في حته ديفيوزر عشان تشتت الهواء برده، بحيث يعمل الى حد ما ثبات للعربيه على الطريق. نيجي بقى لجنب العربيه، هتلاقي هنا اهوت في اشارات ليد في المرايات، حته نيكل مكمله من اول العربيه لحد اخر العربيه، مرتبطه ورا بعد كده مع القايم دوت. وكل دوت في الاخر لو بصيت ورا، يعني انت تعالى كده بص الفيو كامل من ورا، هتلاقي كلمه موكا موجوده هنا. طبعا باللغه الجديده او الحركه الكتابيه الجديده دي، تحس ان الام يعني بشكلها غير الام الطبيعيه، او معمولها حركه كده تحس ان هي دي بالك ان هي عربيه شبابيه الى حد ما. وهنا هوت علامه الاوبل اللي هي زي علامه البرق كده، نفس الكلام الحلام اللي هنا، هو عاملها مستوحاه فعامل شكل فانوس الليد دوت بالاشارات بتاعته. طبعا العربيه فيها سبويلر خلفي، تمام. هنخش دلوقتي بقى نشوف العربيه من جوه. نيجي بقى نقعد كده جوه العربيه، هنبص هتلاقي نواه العربيه من جوه. طبعا كل الشاشه حته واحده، هتلاقي الشاشه كلها متوصله ببعضيها من اولها لاخرها، مع الطاره المالتي فانكشن اللي فيها طبعا بدل شيفترز. ندور كده العربيه مع بعض، هتلاقي حتى العربيه بدايه صوتها واطي لان هي محركه صغير مش كبير. وطبعا فيها البادل شيفتنج زي ما قلت لك. والشاشه بتاعتها الشاشه الكامله عباره عن شاشه ليد، قصدي انا اسف، شاشه ديجيتال زي ما احنا شايفين كده كلها. فيها طبعا هنا محدد سرعه ومثبت سرعه، فيها مابس تقدر تعرضها عليها، اللي هي النافيجيشن اللي موجوده هنا في الشاشه عندنا. فيها نافيجيشن، هتحكم نوت من الصوت، تمام. كل حاجه فيها هنا شاشه تاتش، فيها كل حاجه عن العربيه. ده المابس زي ما قلت لكم، النافيجيشن فيها كل بيانات العربيه هتلاقيها موجوده هنا اهو. طبعا اللغه دي مش انجلش، بس عشان بس ما افضلش مدار كتير، والعربيه اصلا البنزين فيها مش كتير، فعشان ما توصلش مننا. دوت الكومفورت بتاع العربيه، دوت ان انت تتحكم في الطاره بتاعت العربيه او اداه العربيه نفسها. طبعا في الاخر لازم نغير اللغه لان هي معموله ببلدها، يعني هي لغه بلدها هي اللي موجوده زي ما هي ما اتغيرتش، او تقفيل البلد مش لغه بلدها، التقفيل، لان اوبل اساسا الماني بس تقفيل مش الماني، تمام. تكييف العربيه سائع وكويس جدا، يعني يمكن لحد ما هتلاقي التكييف هنا متلج زي ما احنا بنقول، يعني التكييف ساقع. خصوصا العربيه هنا دلوقتي اوروبا بدات تروح شويه الحته ان هي تخلي لك الاداء بتاع التكييف افضل بمراحل. الفتيس بتاعها شيفت باي واير، هتلاقي بص شغل الشاشه الكاميرا الخلفيه بتاعتها، ودوت الام، وعشان تجيب بيه بتدوس بس على البي هنا مش اكتر يعني. العربيه فيها ان انت تلغي او تشغل السنسور الخلفي دوت، ان انت قفلت اللي هو النظام اللي الاسيست، اللي هو يساعدك ان انت تفضل في المسار بتاعك، تمام. فيها الباتنج شيفتر دوت عشان الطريق لو انت عايز تجري. الخامات كلها رابر زي ما قلت لك. العربيه من جوه تحس ان هي شكلها شبابيه، العربيه في الاول في الاخر بتكلم الشباب مش بتكلم عائلات خالص. حتى حجمها الداخلي الخلفي كمان عربيه ضيقه شويه. طبعا الجلد مطاغي شويه على الطاره، طاره جلد. هتلاقوا الباب كذلك الباب جلد. هتلاقي ان هو في حته دي بلاستيك كده بس شبه الكربون فايبر، ده جلد دوت بلاستيك. يمكن دي الحته الوحيده البلاستيك هي ودي في الباب، لكن ده جلد ده جلد. والحته اللي فوق برده بلاستيك، ودوت بلاستيك بس شبه الكربون فايبر ملمسه مختلف، بلاستيك غير ده نهائي يعني. كل دوت طبعا رابر، كل دوت رابر. المرايات ذاتيه التعتيم، الكاميرا دي او المرايه ديت ذاتيه التعتيم طبعا، تمام. وزي ما قلت لك العربيه سعرها يعني الى حد ما غالي، بس بصراحه بتقدم طبعا، ده غير ان هي اوبل فمقدمه اداء وثبات قوي جدا. فهي بتقدم اوبشنز كويسه بالنسبه للفئه دي. وده كان نهايه الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم.
كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. يا رب تكون العربيه عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته.